ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد الأضحى. يا رب يبقى عيد سعيد عليكم. يا رب يبقى كله هنا وسرور وكل أيامكم كلها هنا وسرور. صلوا على النبي يا جماعة. وحشتوني جدا جدا، بس معلش أنا غايبة عليكم الفترة دي. حاسة كده إن أنا ما عنديش بجد شغف ولا حاجة محفزة يعني. عندي ظروف كده نفسية، ويعني طبعا مش يعني مبحبش. ده النهارده كنا خارجين كده في مكان عندنا في البلد. يعني مكان كويس، هو مكان كوفي كورنر للاكل وكده، وفي كيدز اريا للاطفال العاب وكده. فمنها ان انت بتبقي قاعده في الجو، في بره وفي جوه لو انت عايزه تفضلي قاعده يعني في الهوا وكده، وفي جوه برضو لو عايزه تفضلي قاعده جوه في التكييف وكده. مكان مقفول، فاحنا اخترنا ان احنا نقعد جوه، وطلبنا الاكل وكده، ودخلت بقى العب اولادي وكده. المنظر السمك كان شكله حلو قوي، الديكور بتاع المكان كان شكله تحفه. غيرنا جو وغيرنا مود بسبب الايام الحر اللي احنا فيه دوت. الواحد بيحس ان هو مش عايز يعمل اي حاجه في الحياه غير ان هو يقعد بس كده، يعني يبقى في اي هوا. يعني الجو صعب يا جماعه في مصر. يا رب يعيننا يا رب، ويعين الناس الشقيانه في الحر دي. مستنيه بقى تشجيعكم، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. وشجعوني علشان انزل لكم فيديوهات. انا بجد هحس ان انا بعمل حاجه طول ما انتم بتشجعوني، لكن لما بحس ان مفيش تفاعل بنام كده وبكلمه عادي كده. مستنيه بقى اللايكات والتشجيع في الكلام. المكان بالمناسبه جميل جدا وهادي جدا. قولوا رايكم فيه. ودينا خرجنا الطاقه السلبيه، وهو جددنا في يوم بدل ما احنا قاعدين على طول في البيت. يلا يا حبايب قلبي بقى، مستنياكم تشجعوني وتقولوا لي ان انا وحشتكم ولا حاجه. كلامكم بيفرق معايا جدا جدا بجد، متكلمش منكم. مع الف سلامه.